من أصول روسية ومهنتها الحقيقية مدرسة. اشتغلت في الزراعة والتجارة قبل ما تبقى أول وآخر ست تتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. جولدا مائير اللي اتلقبت بألقاب كتير قوي زي المرأة الحديدية وأم إسرائيل الحديثة، وتعتبر أخطر ست في تاريخ الكيان الصهيوني كله، لدرجة خلت ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي يطلق عليها لقب الرجل الوحيد في الحكومة الإسرائيلية. اتولدت جولدا مائير في 3 مايو 1898 في مدينة كييف في أوكرانيا، واللي كانت في الوقت ده تابعة لحكم روسيا، وهاجرت مع عائلتها لأمريكا سنة 1906، ومن هناك اتخرجت من كلية المعلمين واشتغلت مدرسة، وبعدها انضمت لمنظمة العمل الصهيونية سنة 1915، وبعدها هاجرت مرة تانية مع جوزها موريس مايرسون، بس المرة دي لفلسطين سنة 1921، وانتقلت جولدا لتل أبيب سنة 1924، وهناك اشتغلت في مهن كتير قوي زي التجارة ومكتب الخدمة المدنية، لحد ما تم انتخابها كعضو في الكنيست سنة 1949. وبعد وفاة جوزها سنة 51 قررت جولدا تترجم اسم جوزها للعبرية عشان يكون هو لقبها، فترجمت لقبه مايرسون لابن مائير، ومن هنا بقى اسمها جولدا مائير. تدرجت جولدا في المناصب من عضو في الكنيست لوزيرة العمل ثم لوزيرة الخارجية، لحد ما وصلت إنها بقت أول ست تمسك منصب رئيس وزراء إسرائيل وآخر ست. حياة جولدا كانت مليئة بالمحطات الغريبة والغير تقليدية، وتصريحاتها وخطاباتها كانت بتتسم بالعدوانية والشراسة، وبالرغم من إنها بتتصف بالبلاهة وأحياناً بتخلط بين المسموح والممنوع، إلا إن الخليط ده كان سبب في كاريزما عالية جدا، وخطاباتها السياسية كانت بتجذب المستمعين زيها زي كل الطغاة. اشتهرت جولدا بكرهها الشديد للعرب، لدرجة إن كان ليها كمية تصريحات بتبين قد إيه كم الكراهية دي، لدرجة إنها قالت في إحدى تصريحاتها: كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلا فلسطينيا على قيد الحياة. تصريح دموي وغريب جدا، وبيبين لك إنها ما كانتش مجرد حرب واحتلال عادي، لأ ده طار بايت وواضح له أساس مشبوه شوية، وده اللي وضحته عمليات البحث بعد موت جولدا بسنين شوية. وعلى حسب رواية الكاتب سليم نصيب العاشق الفلسطيني، واللي صدرت سنة 2004، واللي كشف فيها الكاتب بالمصادر عن قصة حب سرية وعلاقة جنسية مشبوهة بين جولدا مائير وشاب فلسطيني عايش في لبنان ما بين فترة 1929 ل 1933، وإن قصة الحب دي انتهت بشكل مأساوي، وده خلاها تقرر إنها تنتقم من الشعب الفلسطيني كله بسبب الشاب ده، وبسبب السلطة المطلقة اللي كانت بتتحكم بيها جولدا في كل صغيرة وكبيرة في إسرائيل، فتكون عندها غرور شديد، وانعكس الغرور ده على كل قيادات الجيش والجنود نفسهم، وبدأت تروج بينهم فكرة الجيش الذي لا يقهر، وخصوصا بعد احتلال سيناء في مصر وهضبة الجولان في سوريا وبعد أراضي الأردن ولبنان، وافتكرت كده إنها خلاص على وشك تنفيذ مخطط إسرائيل إنهم يحكموا من النيل للفرات. ولكن كل الأحلام دي اتحولت لكابوس فضل يطاردها لحد ما ماتها وقت انتصار أكتوبر سنة 1973، لدرجة خلت جولدا تحاول الانتحار. فعلى حسب اعترافاتها في كتابها حياتي، قالت عن يوم 6 أكتوبر إنها صحت الساعة 4 الفجر على اتصال من شخص ما، طبعا عارفينه بس مش هنقول اسمه منعا للمشاكل، بيبلغها ان المصريين والسوريين هيشنوا هجوم على خط برلين، ولكن طبعا بسبب غرورها الشديد وثقتها المبالغه ما صدقتش الكلام، وخصوصا بعد ما اختبرت العرب في امور كتير قبلها زي يوم حرق المسجد الاقصى، واللي قالت جولدا عن الحدث ده انها ما نامتش ليلتها بسبب خوفها من اقتحام العرب اسرائيل. ولكن بمجرد ما النهار طلع وما حصلش حاجه، أدركت جولدا إنها تقدر تتصرف بكل حرية في دماء وأراضي العرب. وبسبب الحدث ده وأحداث تانية كتير ما صدقتش جولدا المكالمة إياها بتاعت 4 الفجر اللي بتحذرها من هجوم المصريين والسوريين، ولكنها احتياطي قررت تجمع الحكومة في اجتماع الساعة 12 يوم 6 أكتوبر. وقبل ما يخلص الاجتماع اقتحم سكرتير جولدا العسكري قاعة الاجتماعات وبلغها ان المصريين بيعدوا خط بارليف والسوريين بيهاجموا جولان. وقبل ما يخلص كلامه
كانت أجراس الإنذار مالية الدنيا. حرب أكتوبر 73 كانت سبب في كسر جولدا وضياع حلمها، وقالت في كتابها حياتي: سأظل أحيا هذا الحلم المزعج لبقية حياتي، ولن أعود نفس الإنسان التي كنت عليها قبل الحرب. وفعلا ده اللي حصل. وبعد الحرب بقت المرأة الحديدية وأم إسرائيل الحديثة هي الملام الأول في هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر، وقامت عليها الدنيا وما قعدتش. وتعرضت جولدا وحكومتها لضغوطات شديدة جدا، وأجبرت على تقديم استقالتها بعد الحرب مباشرة، وفضلت كل ليلة تحلم بصفارات الإنذار وصوت المدافع المصرية لحد ما ماتت في 1978 بعد ما عانت أسوأ أيام حياتها بعد هدم حلمها وحلم الشعب الإسرائيلي كله. وبكده تكون انتهت أسطورة واحدة ست حكمت إسرائيل من الحديد والنار، مات على إيديها أطفال كتير واتشردوا بسببها عائلات أكتر، وكل ده بسبب شاب فلسطيني حبته فغدر.